مؤخرا زارني واحد السيد اللي كان فتح محل ديالو في بداية السنة. هاد السيد بحال بزاف ديال الناس عنده خدمة ديالو، لكن دائما كان عنده واحد الحلم انه يكون عنده واحد المشروع ديالو اللي خاص، اللي تغنى به او على الاقل يعاونوا على مصاريف الحياة اللي غاده وكتصعب. لهذا تقاتل وتسلف وتكلف وجمع رأس المال ديال 8 المليون وفتح محل لبيع الملابس الجاهزة. لكن للأسف ملي جا عندي خبرني باللي المشروع ديالو باء بالفشل، ودابا حاليا تيقلب لمن يبيع داك التجهيز ولمن يبيع الملابس اللي بقات عنده في المحل. هذا الخبر اللي بصراحه تاسفت ليه بزاف، لانه عرفتي شحال صعيب انه تقاتل وتكلف وتسلف وفي الاخير تخسر كل شيء وتخسر داك راس المال ديالك. راه صعيبه بزاف. المهم من بعد ما خبرني حاولت انني نتطرق معاه لبعض الحيثيات اللي خلوني نتعرف على الاسباب الحقيقيه الفشل المشروع ديالو، بعكس تماما داكشي اللي كان تيظن هو. لهذا في هذا الفيديو ان شاء الله تعالى بغيت نعطيكم دوك الاسباب بخلاصه باش تستافدوا منها وتكونوا منها على بال باش ما تطيحوش فيها حتى نتوما. هاد الاسباب راه بصراحه كارثيه ومعظم التجار الجدد راه كيوقعوا فيها، فإلا مهتم خليك معايا حيت هذا الفيديو هذا راه خصيصا ليك. بداية خصنا نعرفوا أن الإحصائيات تتقول أن 40% من المشاريع الجديدة ما كتكملش عامها الأول، وهذا راه بصراحة أمر اللي هو مرعب بزاف وخاصك تاخذه بعين الاعتبار. وما تظنش بحال بزاف ديال الناس أنه بمجرد ما جمعتي رأس المال ودرتي النية صافي راه المشروع ديالك غادي ينجح. لا بد أنك تهتم بباقي التفاصيل اللي هي من أسباب نجاح المشاريع. فأولا قبل ما تبدأ إلا كنتي فريمون خايف على داك رأس المال ديالك، فنصيحتي لك أنك تخسر منه واحد شي شوية على دراسة الجدوى. راه دراسة الجدوى من واحد الشخص اللي هو خبير في المجال راه شيء اللي هو أساسي ومهم في نجاح أي مشروع، لأنها كتخليك ملم بتفاصيل وخبايا المشروع وعارف المخشي اللي غادي تستهدف وحاسب التكاليف وعندك حتى درايه بالدخل المتوقع. فراه باش تبدا المشروع ديالك بدون دراسه الجدوى راه بحال شي واحد اللي كيقمر وصافي. يقدر شي واحد فيكم يقول لي بانه كاينين الناس اللي دارت دراسه الجدوى ورغم ذلك فشلوا في المشروع ديالهم، فتنقول ليه بانه وحده من الجوج: يا اما ديك دراسه الجدوى ما كانش مصممه من واحد الشخص اللي هو خبير في المجال وعنده كفاءه ودرايه، او ربما فشل في التفاصيل اللي كتجي من بعد دراسه الجدوى. وفقط بين قوسين اللي حاب انه يعمل مشروع ديال الملابس، فانا الحمد لله نظرا للتجربه ديالتي الطويله في الميدان راني وجدت واحد دراسه الجدوى اللي رائعه جدا وجد مركزه فيها كل شيء بالتفصيل. قبل ما ننشئها حاولت انني ناخذ دراسه الجدوى من عند اجانب وحدين اخرين باش نزيد نستافد، وبصراحه استفدت منهم، لكن للامانه معظمها ما كانش كتلائم لو مارشي ديالنا، لان الثقافات والعوامل ديال بلادنا مختلفه تماما عن اي بلد اخر. فدراسه الجدوى الاخوان عند الاجانب المتخصصين فتتبدا من 2500 درهم، 4000 درهم، 5000 درهم وما فوق. لكن ما تخافوش حيت انا كنحسبها غير ب 899 درهم. فاللي بغاها يدخل يطلبها من الموقع ديالنا او عبر الواتساب في الرقم التالي. نكملوا دابا اسباب فشل المشاريع. فالثاني سبب اللي ما كيهتموش ليه بمعظم التجار الجدد وهو تشغيل صاحب الخبرة وصاحب الكفاءة. راه ما تقدروش تصوروا الفرق اللي كاين بين صاحب الخبرة وصاحب الكفاءة وبين واحد الشخص اللي هو عادي ويالله جديد في المجال. راه بصراحة الفرق بينهم كما بين السماء والأرض. فعلى سبيل المثال في مجال الملابس إلا كان خدام معك واحد الفوندور، واحد البائع اللي هو ناضي كيعرف يبيع، فعدد ديال المبيعات ديال المتجر ديالك غتكون ممتازة، بخلاف إلا كان خدام معك واحد الشخص اللي هو عادي جدا. ويا ما شفنا محلات كانوا خدامين مزيان بسبب دوك الناس اللي خدامين معهم، دوك الحريفيه اللي خدامين معهم، والنهار فاش مشاو دوك الحريفيه داك المحل انهار تماما. والعكس صحيح، يا ما شفنا محلات كانوا ناقصين بزاف وجاو حريفيه خدموا معاهم ومن بعد مده قليله استطاعوا انهم فريمون يزيدوا بداك المحل للقدام. فدائما ديرها بين عينيك ان تشغيل واحد الشخص اللي هو حرفي
امر ضروري جدا. قبل ما نكملوا ما تنساش انه تدعم هذا المحتوى بواحد لايك وتشاركوا باش نستمروا ان شاء الله وكل شيء يستافد. ونكملوا دابا واحد المساله بخصوص اداره المحل، وهي انه الا استطعتي انت تدير المحل ديالك فهذا غادي يكون الاختيار الافضل. لكن الا كنتي مشغول وما يمكنش ليك فما تنازلش ابدا على اساسيه التسيير ومراقبه الحصيله اليوميه ديال المشروع ديالك. وثالث اسباب فشل المشاريع هو سوء التسيير المالي. فبزاف ديال الناس تيكون المشروع ديالهم خدام بواحد الشكل اللي هو عشوائي فقط، كتلقاهم خدامين فريمون بواحد الطريقه اللي هي عشوائيه. هاد النوع هذا كتلقاه خدام حتى واحد النهار تيكتشف بانه ما بقاش عنده باش يتقدى السلعه او ربما دخل في راس المال. فالحساب غادي يخليك واحد الانسان اللي هو واقعي مع المشروع ديالك، غادي تعرف نقاط الضعف ديال المشروع ديالك ونقاط القوه، فين كيمشيو ليك الفلوس، اشنو اللي ليك، اشنو اللي عليك، اشنو اللي تابع. كلشي هادشي غادي تعرفو بالحساب ماشي بالتقدير. وايضا راه الحساب هو اللي كيعطيك واحد النظره على الخطه الترويجيه اللي ممكن تعمل باش تنقص من التكاليف وتزيد من السيوله. ونصيحتي ليك الا كنتي كتحسب ودرتي كل هاد الامور اللي ذكرنا لكن المشروع ديالك وللاسف باقي غادي في النزول، فوياك تخلي العاطفه ديالك تغلبك. خليك واقعي ووقف داك المشروع ديالك ودير شي حاجه اخرى. ماشي بالضروره انك دير شي حاجه اخرى تبدل كاع داك المجال، ممكن تبقى في نفس المجال لكن تبدل المكان وتبدل الطريقه باش كنتي خدام. علاش ذكرت هذه المساله؟ لانه كاين بزاف ديال الناس اللي تتلقى المشروع ديالهم غادي في النزول بواحد الشكل اللي هو كارثي، غاديين وكيخسروا في راس مالهم، غاديين وكيتزادوا عليهم الديون، ورغم ذلك تيقولوا خاصنا نبقاو صامدين. علاش؟ حيث الجانب العاطفي ديالهم غالبهم. تيقولوا خاصنا نبقاو صامدين امام المنافسين باش ما يضحكوش علينا ويقولوا علينا راه فشلتي. فوياك تخلي العاطفه ديالك تغلبك في هذا الامر، فانت انسان ناجح ما حدك كتحاول، لان الفاشل هو الذي يتوقف عن المحاوله. ومن اسباب فشل المشاريع اللي لمستها في داك السيد اللي ذكرت لكم في بدايه لا فيديو هو عدم التخصص. فمثلا ما تديرش في محل ملابس الرجال، ملابس النساء والاطفال والصباط والصاك والملابس الداخليه. هذا راه خطا، حيث هذه المساله ممكن تعتبر صحيحه لكن في حاله اذا كان المحل ديالك كبير وكيستوعب لهذا الشيء هذا كامل. فعدم التخصص عمره ما غادي يخلق عندك واحد التميز باش تولي عندك واحد الميزه تنافسيه امام المنافسين ديالك. الجميل في التخصص انه كيسهل على الاسم ديالك باش يتسجل في الاذهان ديال الناس. على سبيل المثال، فمثلا انت الا بغيتي تقدى واحد الصباط، واش غادي تمشي لواحد المحل اللي مختص بالصباط او لا غتمشي لواحد المحل اللي كيبيع كلشي مخلط كلشي وعنده غير واحد شويه الصباط؟ اكيد غادي تختار هذاك اللي عنده الصباط، لانه غادي يسهل عليك تلقى داكشي اللي بغيتي وحيث كاين عنده لو شوا. كانت هذه اهم اسباب فشل المشاريع اللي بغيت نحذركم منها. باقي اسباب اخرين لكن ان شاء الله تعالى باش ما نطولش عليكم نحاول نذكرها في فيديوهات اخرين. شكرا على المتابعه، الله يوفق والله يسهل على الجميع. كان معكم المشاري عصام، حياكم الله.